كورس فوتوشوب للمبتدئين. الفيديو ده مختلف تماما، مش هتلاقيه في اليوتيوب، مش هتلاقيه في اي حته، لان انا ناوي اشرح الفوتوشوب فيما يخص مجال الفوتو اديتنج فقط. فيلا بينا نبدا. اول حاجه محتاج تعرفها انك انت لازم تفرق ما بين الصوره الجيبك والصوره الرو، وده لان الاثنين مختلفين. معظم الناس المبتدئه ما بتبقاش عارفه ايه الفرق ما بين الصوره الجيبك والصوره الرو. وليه انا بشرح لك النقطه دي؟ لان انت عشان تحط صوره على الفوتوشوب بالشكل ده كده، عايزين نجيب صوره نحطها على الفوتوشوب، فانت نزلت الصوره من على النت مثلا، هتلاقي مثلا الصيغه بتاعتها CR3 او رو اللي هو RAW او CR2، كل دي صيغ من صيغ الرو، وحطيتها هنا فهيفتح معاك الكاميرا رو فلتر. طيب ايه بقى الفرق بينهم؟ الجيبك دي بتبقى حاجه الكاميرا معدلاها وظبطت اعداداتها بنسبه مثلا 70-80%، وبتديها لك وانت بتكمل بقى بقيه الايديتنج والالوان اللي انت عايزها. اما فايل الرو فدي بتكون العجينه نفسها، السورس نفسه، كل حاجه خام معانا، احنا بنعمل فيها ما بدلنا. هي بتكون اصعب في التعديل، بتكون اصعب في التعديل. عشان كده احنا لما بنشتغل على الصوره الرو بتكون صعبه، بس كل حاجه صعبه وبنتعب فيها بنوصل بعد كده للايديت لنتائج هايله جدا جدا في التلوين والريتاتش والكواليتي من الصور الرو، عكس الصوره الجيبك تماما. فلو انت لسه شغال على صور جيبك انت فايتك متعه في التلوين والريتاتش والكواليتي، انت مضيعه على نفسك. فانا مش داخل اشرح النهارده الكاميرا رو فلتر، انا النهارده داخل اشرح الفوتوشوب كفوتوشوب بعيدا عن الكاميرا رو فلتر. النهارده مش حلقتنا، النهارده هتبقى حلقه سلسه وبسيطه عن الفوتوشوب، واجهه الفوتوشوب، التول بار بتاع الفوتوشوب، التولز اللي بنستخدمها. انا كواحد مبتدئ من الصفر بفتح الفوتوشوب بتاعي مليان قوائم كتير قوي، انا مش عارف هستخدم ايه وما استخدمش ايه. النهارده انا هظبط لك دماغك كده وهدي لك البرنامج ده واعرفك ان هو سهل وبسيط. ويلا بينا نطلع الطلعه الاولى مع بعضينا. اول ما تفتح الفوتوشوب هتلاقي في قوائم كتير قوي مفتوحه لك لو انت لسه مسطب الفوتوشوب. طبعا لو انت مش عارف تجيب البرنامج منين، فانا كنت منزل حلقه اتفرج عليها ازاي تشتري برامج ادوبي. هتلاقي في واجهه كتير وفي حاجات كتير قوي في البرنامج. تعالى بقى نرتب الواجهه بتاعت الفوتوشوب فيما يخص مجال الفوتو اديت. هتروح على قائمه ويندو ورك سبيس، تختار كل دي ورك سبيس مختلفه. يعني مثلا دي الديفولت بتاعت الفوتوشوب، طبعا انا كنت لاعب فيها فهي مش دي الديفولت بالظبط. ويندو ورك سبيس، هنا في بينتنج بيبدا يطلع لك القوائم اللي محتاجها الشخص اللي بيرسم على الفوتوشوب. ورك سبيس هنا مثلا في جرافيك، يبدا يطلع لك القوائم اللي بتناسب الشخص ده. انا هنا هختار ورك سبيس الفوتوغرافي، بيطلع لي قوائم. القوائم دي كلها انا بشيلها، بديليت القوائم دي وبسيب اللايرز، الاكشن والهيستوري. طيب دلوقتي انا هفتح القوائم دي كلها اهو. دلوقتي يا عم اتش انا في قائمه مش عايزها، مثلا زي قائمه النافيجيتور دي انا مش عايزها. هعمل ايه؟ بتروح جاي دايس كليك عليها كده وسحبها وعامل اكس. فالقائمه اللي انت مش عايزها اسحبها. فانت لما تعمل الفوتوغرافي هتلاقي في قوائم موجوده ملهاش لازمه، شيلهم. انا كل اللي محتاجه الادجستمنت، محتاج طبعا الكلون ده انا مش محتاجه اهو هديليت، ومحتاج التولز بتاعتي. التولز بتاعتك دي هتلاقيها موجوده هنا على الشمال بالشكل ده. انا بحب اسحبها دايما على اليمين بحيث يبقى كل الجنب عندي كل واحد، بدل ما اقعد اروح واجي يمين وشمال. وهسيب اللايرز وهسيب الاكشنز وهسيب الهيستوري. كل دي انا كفوتو اديتنج انا محتاجهم. دي كده الواجهه بتاعتي. اي بقى هيستوجرام، اي حاجه تانية، كل الحاجات دي احنا ما بنشتغلش بيها بشكل استمراري، ما بنشتغلش بيها اصلا. في ناس انا نفسي ما بشتغلش بيها كتير قوي. ففي حاجات كتير قوي الفوتوشوب بيفتحها ملهاش لازمه. فاحنا كده عندنا الادجستمنت، التولز بتاعتنا اللي هي التول بار، اللايرز، الاكشن، الهيستوري. دي كده الحاجات اللي انا كفوتو ريتاتشنج بحتاجها. رقم 2 احنا كده ظبطنا الواجهه. رقم 2 محتاجين نظبط التول بار بتاعنا اللي هي التولز اللي بنستخدمها، لان الفوتوشوب مليان تولز هنا برضو ملهاش لازمه. انا مش كل التولز دي انا بحتاجها. فبروح جاي رايح كليك يمين على الثلاث شروط دول وبعمل اديت تول بار. بص بقى يا سيدي الفاضل، اللي على الشمال ده كله اللي انا بحتاجه، اللي مش محتاجه بروح جاي رايح سحبه كده راميه على اليمين. فانت كل القايمه دي اهو اللي هي مثلا الموف تول، اللاسو تول، السبونش تول، الاير دروب اللي هي بتختار اللون نفسه، السبوت هيلينج، الريموف، الكلون، كل القوائم اللي انا سايبها دي خدها كده احفظها عندك في الفيديو عشان اشتغل بيهم بعد كده. كل الحاجات اللي انا سايبها دي دول اللي انا بستخدمهم كفوتو ريتاتشنج. اما الباقي الحاجات دي كلها دي مش في تخصصي، انا ما بعملش تكست، ما بستخدمش الكلام ده كله. دي معظمها رايحه للجرافيك ديزاينر اكتر. فبعد ما بقى ما تظبط القائمه وترمي القوائم دي على اليمين كده وتسيب اللي موجوده على الشمال، هتعمل دن كده. هو هيسيب لك كل التولز اللي انت محتاجها بس تبقى ظاهره قدامك عشان تبقى سلسه عليه.
دي. طيب رقم 3 دلوقتي الحاجات دي التولز دي بيكون ليها اختصار. يعني انا مثلا دلوقتي واقف اهو وعايز اسلكت على وشي، فانا مش لسه هروح على اداه الماجيك اهو الكويك سيلكشن بعد كده اروح جاي رايح عامل سيلكت. لا، انت لو رحت على كل تول هتلاقي فيه حرف جنبها، الحرف ده الاختصار بتاع الكيبورد. يعني دلوقتي لو دوست على حرف الدبليو هيجيب لي الماجيك، لو دوست على حرف الاس هيجيب لي الستامب، لو دوست على حرف البي هيجيب لي بين تول، لو دوست مثلا على اي حرف الاريز هيجيب لي الاستيكه اهو بالشكل ده معلق عشان عامله عربي. بي برش اي اريز اوكي اهو بي برش اهي بي فور بوك اي اريز بين تول. كل الكلام ده هو هيبدا يجيبه لي باختصار. الار بتاعت الريموف هيلينج اهي حرف الان، انا عامل هنا حرف الان ريموف تول. انت كل تول من دي بيكون ليها حرف معين بتقدر ان انت لما تدوس عليه في الكيبورد تعرف ان انت تغيره بسهوله، تعرف انت توصل له بسهوله. هل بقى نقدر نتحكم في الكلام ده؟ يعني انت لو رحت دلوقتي على ايديت كيبورد شورت كات بتختار من هنا تولز اهو تولز. مثلا دلوقتي انا كهشام، انت عندك الهيلينج كله الفوتوشوب عامله ديفولت كله حرف الاتش عشان اول حرف هيلينج. فانا دلوقتي انا عندي سبوت اللي هي الريموف تول وعندي ريموف اي اي بتاعه الاي اي، فانا هنا عاملها عندي لو نزلت تحت كده انا عاملها عندي حرف الان اهو، عاملها عندي حرف الان. السبوت هيلينج العاديه معموله حرف الجي، فانا دلوقتي جاي رايح على التول دي وعاملها انا اللي دايس على الحرف بايدي اهو وعاملها. مجرد ما جاي رايح وانا واقف على الكيبورد كده دوست حرف الان هيعمل لي على الريموف تول على طول. فدي حاجه حلوه ان انت بتختصر وقتك وانت شغال على الفوتوشوب. دلوقتي والله انا مثلا بستخدم الريموف تول على طول فاعمل حرف الان انا عشان وانا شغال عايز اعمل هيلينج الحاجه فدوس حرف الان على طول اروح بستخدم بين تول مثلا فبروح بستخدم كذا فعلى الكيبورد على طول انت بتبقى مسجل الحروف بتاعتك بحيث توصل للتولز اسرع بدل ما تجيب الماوس وتروح لحد هناك وهكذا. انا كده ظبطنا الواجهه عشان خاطر ما تبقاش دوشه، وظبطنا التولز بتاعتنا ايديت تول بار، وعرفنا ايه اللي احنا محتاجينه وايه اللي مش محتاجينه، وكمان عرفتك الاختصارات بحيث ان انت لو في تولز معينه بتستخدمها تكرارا وبتستخدمها دايما تقدر تعمل لها الحرف اللي انت عايزه بحيث تبقى سهله عليك انت. الحاجه الرابعه والاخيره في واجهه الفوتوشوب الادجستمنت لاير دي الادجستمنت لاير دي كل الالوان والاضاءه اللي بتحكم فيها في الصوره موجوده في القائمه دي. هيو ساتوريشن برايتنس كيرف ليفل كلر بالانس كل الكلام ده هنشرحه بعد كده. فايبرنس سيلكتيف كلر فوتو فلتر جرادينت ماب كل ده مجرد ما بدوس عليه كده بيتعمل لي لايرز على الصوره بتاعتي. برضو نفس الكلام كل ده ليه اختصاراته هو كمان. انا بدل ما اروح وهتك هنا انا قادر مثلا جاي واقف على الصوره كده لو دوست مثلا هيو ساتوريشن دي اختصارها كنترول يو او كوماند يو. بعرف ده منين؟ لو رحت على ايمج ادجستمنت اهو البرايتنس دي اختصار، الليفل دي اختصار، الكيرف دي اختصار، اكسبوجر، الفايبرنس، كل الحاجات دي بيكون ليها اختصار ديفولت في البرنامج بقدر اتحكم فيها. انا رحت برضو على ايديت كيبورد شورت كات وجيت هنا على ابلكيشن منيو. بصوا رحت على ايمج نزلت تحت على ادجستمنت كل دي الاختصارات اهو. مثلا الفوتو فلتر ده مش معلوش اختصار. انا والله انا واحد بستخدم الفوتو فلتر كتير قادر مثلا ان انا اعمله كوماند بي اهو فوتو فلتر دوس اوك. لو رحت كده على الصوره عملت كنترول بي او كوماند بي هيعمل لي فوتو فلتر على الصوره. انت عندك تو اوبشن. دي الادجستمنت لاير اللي هنشرحها بعد كده، دي الاضاءه والالوان اللي موجودين في الفوتوشوب اللي بقدر من خلالها ان انا اتحكم في الصوره اضاءه والوان بقدر اجيبهم من القائمه دي بكل سهوله ان انا بكليك عليها، او اختصارات في الكيبورد ان كل حاجه بيكون ليها اختصارها. وريتك بتجيب الاختصارات منين الديفولت، وريتك برضو لو انت عايز تعمل اختصار بايدك انت بطريقه معينه وريتك بيتعمل ازاي. وبس كده دي كده كانت حلقه النهارده. اتمنى تكون الناس اللي من الصفر اللي مبتدئه اللي اول ما تفتح الفوتوشوب تكون استفادت. ولو عندك اي سؤال في المرحله دي اكتب لي في الكومنت وان شاء الله هشوف الكومنت بتاعك وهرد عليك. والحلقه الجايه هنبدا نتكلم بقى عن اللايرز وايه اللايرز دي والفوتوشوب بيشتغل ازاي وايه الماسكات وايه السلكت وازاي بيحدد وهكذا. نبدا نتكلم على اللاير بشكل تفصيلي واشوفكم الفيديو الجاي والسلام عليكم.